يوم جمعه وما عندي شيء، اشتغلت بيه هرمونات ابويا والاب العراقي كل جمعه يبلش العراقي يبني من جديد وما حد يعرف ليش. فقمت فلشت الديكور وبنيته من جديد، صبغت الغرفه ابيض، حطيت صور لوحات على الحيطان، ووصلت الجزء خرب انه قد مزعج. الاضويه ايش راح يسويهن؟ قلت سهله، فتحت شات جي بي تي قلت له ساعدني باختيار لون مناسب للاضاءه. بو عليه رد اللي صدق تحكي انت وادم بامريكا يسوي من قنابل والدنيا حرقت وانت تعال اختار اضاءه مناسبه. صدق تحكي بعد عركه طبيت قلت له ها، قال لي ها، قلت له قط طاسه، قال ها شنو الشقه جايب، قال لي فضها شو تريد؟ قلت له ساعدني باختيار لون مناسب لي راح ابلش احاسبه. فالرجال حاول شويه يكون متعاون، قال لي شنو لونك المفضل؟ قلت له اسود. رد قلت له يا معود بس هدي استهدي بالرحمن قول يا الله، قال يا الله. قال لي شنو لونك المفضل؟ قلت له والله اسود. شو اسوي ايش بيدي عليك؟ قال بابا هذا ما يصير، اختار غيره. قلت له اسود. ما راح يصير غير حجي. قلت له اسود. طلحه ما يصلح هذا طلحه حجي، هذا قديم، طلحه حجي قديم. وبعد من يومها ما جاوبني، ما ادري ليش. فرحت للكهربائي قلت له اريد ضوء اسود. قام وطردني يا معاول ايش بيكم وياي؟ ومن يومها واني ادور ليش ماكو ضوء اسود؟ ليش كل الالوان موجوده الا الاسود؟ عبناندي يحبه؟ صارت هيجي كلها مؤامره تميتوا علي؟ نشرت ستوري على الانستو سالت بي ليش ماكو لون اسود؟ اينشتاين باوع علي صفوح، نيوتن قاعد يخزر بيا، مدرسين الفيزياء كلها تريد تنتحر، وقوم مشلب بيهم، بس ربك يعرف شلون مشلب بيهم، الا واحد طب وقال شنو ما دارس الفيزياء مال السادس الفصل الخامس؟ شني يا سادس يا هو يا من التسعه انا وعطليت. ها هنا المشكله، الما يلوح العنب يقول حامض. استاشيني ناصب عليه، ايش العلاقه رب الحلو؟ باوع زين، الالوان وهم. شنو؟ اي والله وهم. شوف هذا القلم الاحمر بس هذا مو احمر. شوف هذا الطالب اللي لابس تيشيرت مال انمي بس هذا مو يم الالوان. الضوء اللي يجينا من الشمس بالاصل هو يتكون من 7 الوان. تذكر محزز الحيود اللي ماخذه بالفصل الخامس بالفيزياء مال السادس؟ هاي اذا تتذكره. هذا اذا سلطنا عليه ضوء ابيض راح يطلع لك مكونات الضوء باوع قوس قزح اللي هي 7 الوان. هذا دا يفسر لك الحاله بشكل دقيق. حتقول لي زين ليش نشوف هذا القميص بلون احمر؟ هذا بالاصل مو لونه احمر، هذا دا يسقط عليه الضوء اللي يتكون من 7 الوان، فدا يمتص كل الالوان ودا يعكس فقط اللون الاحمر، فلذلك العين دا تحلل هذا الضوء دا نشوفه بلون احمر. كذلك بقيه الاجسام. من ابرز العلماء اللي بمجال الضوء هو العالم ماكسويل. ماكسويل جاب قرص خلى بيه الالوان الرئيسيه وفر القرص بسرعه معينه، طلع له اللون الابيض، يعني رجع الضوء الاصله. اللون الاسود دا نشوفه اسود لاحتمالين، الاحتمال الاول ممكن دا يسقط الضوء على هذا الجسم، فالجسم دا يمتص الالوان ال7 كلهن، لذلك ما دا يعكس اي ضوء لعينه فدا نشوفه اسود. الحاله الثانيه ممكن ان الجسم ما دا يسقط عليه الضوء فدا نشوفه اسود. ما تقدر تفهم شيء من تفاصيله. من الاخير النودة حبيبي، تريد ضوء اسود؟ جيب قلوب وكسر، وهيك صار عندك ضوء اسود. فمن الاخير هاي الالوان اللي نشوفها كلها وهم هي نتيجه انعكاس الضوء للعين. زين هسه لحظه، عوف الشرح على صفحه. انت منو؟ انا الاستاذ عصام الشمري، مدرس ماده الفيزياء للصف السادس اعدادي. وياي ما راح تدخ بالفيزياء، لان راح تحبها وراح تفهمها وراح تستمتع بالفيزياء. ليش؟ لان راح نشرح ظواهر عندنا تصير بالطبيعه، وظواهر مهمه واشياء اكيد انت عندك فضول بيها، مثل النظريه النسبيه، مثل ظاهره الحث الكهرومغناطيسي، مثل الظاهره الكهروضوئيه، مثل الفيزياء النوويه، الفيزياء النوويه اللي سوينا بها القنابل النوويه. قوي حضرتك. كافي خليني اشرح. يعني هسه ماكو ضوء اسود؟ بس اريد افتهم شلون تسوي ضوء اسود؟ يعني ضوء واسود. شوف، جيب الريموت مال التلفزيون، بالبدايه مالته اكو قلوب، طب الغرفه، طفي الاضويه الكهربائي بيها وضوي بالريموت. ايش راح تشوف؟ سهله، حيصير لونها اسود غير؟ لا ما راح تشوف شيء، لان ماكو ضوء اصلا راح ينعكس لعينك، فكل شيء ما راح تشوف. خبلتني بروح موتاك، دعوف الضوء الاسود هسه. هسه شنو دروح؟ انت جاي تكحلها عميت عليه، عم الا عوف الغرفه ضل ما دي الله. عوف ضل ما اشوف ياها. بعدين ورا ما رجعت كلام الرجل ودورت طلع الموضوع حاله حال المرايه، واللي يكض الخاولي قدام المرايه ويصور المرايه صفح راح يشوف المرايه تطلع انعكاسه، رغم انه المرايه مثل تشوفه لان اكو حاجز بيناتهم. زين ليش؟ اكيد مو لان مؤامره، لا حبيبي، لان المرايه بكل بساطه هي تعكس ارتداد الضوء المنعكس من الجسيم المقابل لها، حتى الضوء يطب لعينك ويحلل اللي تشوفه عينك ويخلي عينك تستقبل ضوء مرتد من زاويه ثانيه وراح تشوفه بعد ما تحلل لعينك. بالعباس المفروض اصير مدرس، بس ما ادري ليش ابوي ما خلاني. واذا صرت مدرس اسوي سبوره سوداء واكتب عليها بقلم اسود همين واشوف خير ينجح، وبعناد الاساتذه دي. استاذ عصام الشمري، عاشت ايدك على المعلومات، بس امانه انت مو خوش مدرس للفيزياء، لان تشرح الماده وتفهمها، مو تدرخها للطالب وتخليه يروح بغبغاء للامتحان. حسابات صديق استاذ عصام قدامكم، واني طبعا انا اندي العراقي، صانع محتوى ساخر مجتمعي على اليوتيوب، وهاي قناتي للبزنس وشد الاضواء السوداء. تواصل على ايميل البزنس. وكافي لك شد ضوء اسود سدع.